السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل 10 معلومات عن الفنان مصطفى درويش الذي توفي بسكتة قلبية. رحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا اليوم الاثنين 1 مايو إثر تعرضه لسكتة قلبية عن عمر يناهز 43 عاما. ونستعرض معكم أبرز المعلومات عن مصطفى درويش. اسمه بالكامل مصطفى حسين درويش، ولد في 11 يناير 1980 بمدينة السادس من أكتوبر. عمل في مجال الاتصالات قبل التحاقه بعالم الفن بالصدفة. ظهر لأول مرة عام 2011 مع المخرج خالد يوسف في فيلم كف القمر في دور ضابط شرطة، وكان دوره بمثابة انطلاقة في عالم الفن. كان دوره في مسلسل 100 وش رمضان 2020 من أهم أدواره التي لقت نجاحا لدى الجمهور، بدور مدرب كمال أجسام يشترك مع عصابة في عملية النصب والاحتيال. حقق نجاحا ملحوظا بدوره في مسلسل خيانة عهد. قدم أكثر من 30 عمل سينمائي ودرامي خلال مسيرته الفنية. متزوج من الإعلامية والصحفية فايدة كامل عام 2015. من أعماله الفنية كف القمر، فوق مستوى الشبهات، أعلى سعر، كارما، خيانة عهد، 100 وش، أبو جبل، قوة القلوب. شارك في رمضان 2023 بأربعة أعمال: سره الباتع بشخصية عمران، وكس أليانس بشخصية شحاتة، وكامل العدد بشخصية عمر، وتلت الثلاثة بشخصية حازم. ومكان تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش. رحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا صباح اليوم الاثنين 1 مايو إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة. وكشف هاني درويش شقيق الفنان مصطفى درويش عن موعد تشييع جنازة الراحل عبر حسابه على الفيسبوك. وكتب شقيق مصطفى درويش: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر. وتوفي مصطفى درويش بشكل مفاجئ. وكتب في آخر منشور له عبر حسابه على الفيسبوك: هو أنا بس اللي ما بقتش عارف أنام. وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة صحة الوفاة. وقالت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة إن سبب وفاة مصطفى درويش هو توقف عضلة القلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.